كفاية فتة وسلق وتحمير. تعالوا نعمل وصفة هايلة النهاردة. لو عندك شوية لسان عصفور وشوية شعرية وطماطم وبصلاية واحدة، هنعمل وصفة بجد النهاردة هتبهرك. وعايزة اقولك ان هي في ثواني كده وفي حلة واحدة كله على بعضه، من الاكلات السريعة اللي هتعجبك قوي. او وكالعادة ما تنسونيش بلايك وشير مع اصحابكم واشتركوا في القناة. ما تنسوش بقى تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اول حاجة كده بنسمي بالله. معايا حلة هنحطها على النار ونسخنها كويس جدا، ونبتدي ننزل هنا بقطع صغيرة كده من الدهن. اي دهن بقى عندك، دهن ضاني، دهن عادي، المتوفر عندك. مش حابة تحطي خالص بس ده بيعزز الطعم معانا. بنبتدي ان احنا نسيحه شوية كده، وبعد كده ننزل باللحمة بتاعتنا. عايزين ندي صدمة كده للحمة علشان خاطر ما تنزلش العصارة بتاعتها وتفضل كده طرية معاكي. هتبتدي ان انت تنزلي باللحمة زي ما انتم ملاحظين. بعد كده شوية كده، وبعد كده تقلبي. تمام كده، احنا عايزين اللون بتاعها يبقى بالطريقة دي. هنبتدي بقى ان احنا نشوحها كده على النار، ونبتدي ان احنا نجيب بصلاية هنقطعها عليها قطع صغننة كده، او تبشريها بالمبشرة مفيش اي مشكلة. بس اهم حاجة ان انت تسيبيها كده لما تحمر من كل الجوانب اول حاجة. بعد كده هتنزلي بالبصلاية زي ما قلتلك. هنا انا بخرطها كده زي امهاتنا ما كانوا بيعملوها كده زمان. انا الصراحة بحب الطريقة ديت. فانت بقى الطريقة اللي تريحك، لو عايزة تبشريها عايزة تعمليها في الكبة، يعني هي مش مستاهلة، هي بصلاية واحدة اللي احنا هنحطها. اقطعها قطع صغننة كده، واسيبها بقى تتشوح لما يعني لونها يغير كده مع اللحمة بتاعتي. بس كده. بعد ما قطعتها برضو بدي تقليبة شوية كده علشان خاطر تتشوح معايا. لما احس كده ان هي لونها غير، هنبتدي بقى ننزل ببقية المكونات بتاعتنا. وصفة سهلة وسريعة. عايزة اقول لكم ان هي كله على بعضه كده عشان ندي الجو حر ومش عايزين نقف في المطبخ كتير. بعد كده بنزل هنا بفصين من التوم برضو بقطعهم كده شرايح صغيرة. ولزوم بقى الشطشطة معانا وتبقى الطعم كده يروح في حتة تانية، هحط هنا قرن فلفل كده يكون حامي. بس لو مش حابة تحطيه، عندك اطفال يعني مش بيحبوه، ما تحطيش. انا هحط بس النص، نص واحد بس كده، يعني مش هحطه كامل. هبتدي بقى ان انا اقلب برضو كده كله مع بعضه. وهنزل هنا بطماطم مقطعاها قطع صغيرة. هنزل هنا بثلاث طماطمات. لو عايزاه تنزلي كمان بمعلقة صلصة كبيرة مفيش اي مشكلة، بس انا استكفيت يعني بالطماطم اللي انا مقطعاها قطع صغيرة دي. نحب بقى نتبلها مع بعض. هنتبلها بشوية فلفل، معلقة كبيرة كده من الفلفل، ومعلقة من بهارات اللحمة. وهحط هنا جوزة الطيب، بنبشرها كده بتخلي ريحة اللحمة تكون حلوة معاكي. اي بهارات بقى انت حابة تحطيها حطيها. بس ما تحطيش اللحمة دلوقتي خالص علشان خاطر يعني ما تبطئش عملية السوا بتاع اللحمة. نحطها في الاخر كده، او قبل الاخر ما تطيب كده اللحمة بتاعتنا نحط الملح. لو اللحمة بتاعتك كبيرة وبتاخد سوا كتير، حطي بس رشة كده من السكر عشان تطيب معاكي بسرعة. هننزل هنا بمية مغلية، بس مش هننزل بمية كتير يعني. تغطي بس اللحمة علشان تستوي معانا كويس جدا. عايزينها تستوي على الاخر يعني تكون دايبة معاكي. هنغطيها بقى ونشوف هنعمل ايه بعد كده. بعد كده هنزل هنا، ههدي على اللحمة بتاعتي وهخليها تستوي معايا. بعد كده هجيب هنا صينية واحط فيها معلقة كبيرة من السمنة ومعلقة من الزيت. وهنزل هنا بلسان العصفور والشعرية. احمرهم الاتنين مع بعض كده لغاية اما يدوا معايا اللون الذهبي الحلو ده. عايزين بقى نشوحهم كويس جدا مع بعض كده لغاية اما يتحمروا معايا. يبقى شكلهم كده. لازم تحمريهم كويس جدا علشان بعد كده ما يعجنش معاكي. لازم ياخد اللون ده معاكي. بس كده. بصوا اللحمة بتاعتنا هنا كانت استوت خالص تماما. اهم حاجة ان هي تستوي معاكي علشان خاطر الوصفة تبقى معاكي تحفة. بصوا بقت بالحلاوة دي، والصوص بتاعها بقى تقيل كده وتحفة. بعد ما استوت هنا واحنا حمرنا خلاص لسان العصفور والشعرية، هنبتدي ان احنا ننزل كده على اللحمة. احنا لسه طبعا ما حطيناش الملح، احنا هنحط الملح دلوقتي. هننزل بقى بكل كمية لسان العصفور والشعرية بتاعتنا. هننزل هنا بمعلقة كبيرة كده من الملح. وهنبتدي ان احنا ننزل بمية سخنة مغلية. لو عايزة تنزلي بشوربة مفيش اي مشكلة، بس هي كده كده اللحمة بتاعتنا فيها الشوربة بتاعتها. هننزل هنا بمية مغلية لغاية اما بس تغطي لسان العصفور بتاعك. بصوا تديها بس تقليبة كده وتسيبيه لما يغلي.
تماما، يعني يغلي معاكي كويس وتشرب، وبعد كده هنهدي عليه ونغطي على الحله ونسيبها بقى تستوي براحتها. هو هنا كان خلاص اتشرب معايا، نبتدي ان انا نغطي عليه واسيبه بقى، اوطي عليه خالص على شمعة واسيبه بقى يستوي معايا. بس هي اصلا اللحمه مستويه، يعني انا زي قلت لكم ان هي اصل اللحمه مستويه، بس احنا بنسوي هنا لسان العصفور والشعريه. احط هنا بقى شويه من الزبيب على الوش كده، وهديهم تقليبه مع الشعريه ولسان العصفور بتاعنا واللحمه علشان يستوي معاهم ويدي طعم حلو قوي للاكله بتاعتنا الجامده دي. بعد كده نغطي عليهم ونهدي عليهم خالص. بصوا بقى وصفة سهلة وسريعة ازاي. بعد كده تقدميها بقى بألف هنا وشفا، بجد تحفة يا بنات، عايزة اقول لكم جربوها بجد خطيرة. شوفوا لي بقى الحلاوة والريحة والطعم الحلو، بجد تحفة يا بنات. شايفين شكلها عامل ازاي، جامدة وسريعة كده، ومن الأكلات السريعة السهلة اللي هتعمليها في ثواني. عاملة كده، بصوا هي أنا مسميها كبسة، بس هي ايه مختلفة شوية. يعني الكبسة احنا ما عارفين ان هي بتتعمل برز بسمتي او رز مصري عادي. عايزاكي بقى تجربيها زي ما عملناها النهاردة كده بلسان العصفور والشعرية، بجد هتدمنيها. شايفين اللحمة عاملة ازاي، اللحمة كده دايبة سكر كده يا بنات. يعني اللحمة عايزة اقول لكم ان هي كانت زي الزبدة كده. بجد كل اللي هيدوقها من ايدك هيطلب منك الوصفة دي انت عاملاها ازاي. شايفين اصلا شكل اللحمة عامل ازاي دايبة، والطعم بقى طعم لسان العصفور والشعرية واخد كده من طعم اللحمة كله مع بعضه كده زي العسل. شوية هنا الزبيب هيفرقوا معاكي قوي في الطعم، بيخلوا الطعم في حتة تانية. لو عايزة ترش شوية كده من مكسرات او الزبيب على الوش مفيش اي مشكلة بقى زي ما تحبي، وقدميها بألف هنا وشفا. ما تنسوش بقى يا بنات تقولوا رأيكم في الفيديو بتاعنا النهاردة، وجربوها عشان بجد هتدمنوها بعد كده وتعملوها على طول. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس واللايك والشير الحلو بتاعكم اللي دايما بيشجعنا ننزل لكم فيديوهات تانية، واشوفكم على خير، مع السلامة.